السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هنعمل الطبق الجميل ده، طبق البصارة. طعمه حلو جدا وتكلفته بسيطة. يلا بينا نشوف مكوناته مع بعض. هتحتاجي كوبايتين من الفول المدشوش، ده فول مخصوص للبصارة وبنعمل منه الطعمية كمان. بتحتاجي كوبايتين منه، وكمان هنحتاج بصلة كبيرة كده، وحوالي 10 فصوص ثوم، وده فلفل اخضر كنت مخزناه في الفريزر، خدت منه معلقة كبيرة. ودي كزبرة خضرة طبعا مغسولة. وهنحتاج التوابل بسيطة جدا، عبارة عن ملح وفلفل اسمر وكمون وجنزبيل. واحتاج للتقلية بتاعتها واللي هحطها على الوش كزبرة ناشفة ومعلقتين كبار سمسم. نبدأ أول خطوة سوا. أول خطوة هناخد الفول بتاعي المدشوش ده، هاخد منه حوالي كوبايتين وهبدأ أغسلهم كويس طبعا، وهحطه في الحلة عندي. زي ما شايفين معايا كده انا غسلته كويس اهو. هبدأ اضيفه للحلة، فيها مقدار من المية حوالي كوبايتين برضو من المية، بحيث انها تكون مغطية الفول. وهرفع ده على النار لحد ما يغلي. في نفس الوقت هكون بقطع البطاطس، هقطع نصها حلقات او نصها قطع كبيرة كده، والنص التاني هقطعه مربعات صغيرة. البصلة اللي انا مقطعاها مربعات صغيرة دي هستخدمها في الوش بتاع الطبق عندي، عشان كده حطيتهم على جنب مع الثوم. وهبدأ هنا اخد الكزبرة الخضراء اقطعها برضو واحطها مع فصين ثوم، وزي ما انتم شايفين الكزبرة الخضراء وفصين ثوم والبصلة القطع. انا هنا عندي الفول على النار اخد غلوة، هبدأ اصفيه عشان ما يعملش اي مشاكل في الهضم. كده اصفيه وبغسله، وهبدأ في نفس الوقت اكون حاطة الحلة عندي على النار، احط فيها معلقة سمنة كده او حتى زيت المتوفر عندك. وهبدأ اضيف البصل القطعة الكبيرة وهقلب كده، وكمان فصين الثوم برضو هحطهم وهقلب. وابدأ اضيف الفول بتاعي المدشوش المغسول كويس واللي كنت غلياه غلوة، واديله تقليبة كده يتحمص شوية. واضيف الكزبرة الخضراء واضيف لهم حوالي كوبايتين من المية برضو، واسيبهم على النار لحد ما يغلي. بعد ما غلي حوالي 10 دقايق هبدأ اضيف التوابل اللي احنا قلنا عليها، الملح والفلفل والكمون والجنزبيل. هتأكد من سواها دلوقتي. الفولة دي ببص عليها كده لقيتها نص شفافة، يبقى لسه ما استواش. هسيبه كمان لحد ما يوصل للشكل ده كده، وابدأ بالهاند بلندر بتاعتي اطحنه كويس قوي لحد ما يبقى القوام كريمي وناعم. هنا في المرحلة دي بتأكد ان الملح مظبوط والتوابل عندي مظبوطة. لو هحتاج تاني هضيف لهم طبعا. هتأكد ان مفيش اي قطع كده، وابدأ ارفع تاني المزيج ده على النار لحد ما يوصل للقوام اللي هنشوفه مع بعض. زي ما انتم شايفين ده القوام بتاعها. طبعا كوني حريصة جدا لان هي بتلسع جامد بصراحة. هبدأ احطها في الاطباق بتاعة التقديم
بالكمية المناسبة لكل فرد طبعا في الطبق بتاعه. واتأكد انها اتوزعت بشكل كامل، وابدأ بقى في طاسة عندي على النار. هاخد البصل اللي انا مقطعاها مكعبات صغيرة وفي شوية زيت كده، هبدأ لحد ما لونها يحمر واطلعها على منديل المطبخ كده لحد ما الزيت يتصفى. ده اول جزء. الجزء التاني هاخد التوم اللي هم 10 فصوص توم والكزبرة الناشفة في نفس مكان البصلة كده، هقلبهم زي التقلية بتاعة الملوخية بالظبط لحد ما لون التوم يتغير، وابدأ اضيف معلقتين الكبار من السمسم معاهم برضو. هنا بيديله نكهة حلوة قوي وطعمه مميز كمان. لحد ما الاقي لونها بدأ يتغير ابدأ ارفعها من على النار. في نفس الوقت البصارة اللي عندي في الاطباق هتكون باردة. هبدأ اضيف البصل المقلي ده كده على الوش، ده طبعا مرحلة للتزيين. وكمان هضيف التقلية بتاعتي اللي هي التوم والكزبرة الناشفة برضو على الوش. هبدأ اوزعهم بشكل متساوي كده، حتى شوية الزيت اللي هو مع التقلية برضو هاخده واوزعه معاها على الوش، بيديله طعم حلو قوي. لازم تجربوها بالطريقة دي، وبإضافة السمسم كمان بيديها طعم مميز وحلو. طبعا ممكن ناكلها باردة او سخنة حسب ما بنحب. وده كانت وصفتنا للنهاردة، طبق البصارة. يا رب يعجبكم ان شاء الله وتجربوها بالطريقة دي، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.